بيننا وبينكم، وهو الحدود المغربيه خصنا تفتح. صافي، هذا هو المشكل ديالنا. والمشكل الثاني هو كنحاولوا حنا المغاربه الاميين، حنا الاميين المغاربه كنحاولوا بغينا نوصلوا للمغرب العربي، نحاولوا يعني نحاولوا كيفاش نوصلوا نضموا لبعضنا بعض. صافي، يعني واحد 5 ديال الدول مثلا بحال الجزائر، بحال تونس، بحال ليبيا، بحال موريتانيا والمغرب. 5 ديال الدول كنحاولوا نكونوا يعني مع بعضنا بعض، يعني نحاولوا نبنيو واحد الاتحاد، واحد الاتحاد يعني الاتحاد المغربي، يعني اتحاد المغرب العربي. كنحاولوا نبنيو واحد الاتحاد المغرب العربي. هذا هو اللي كاين يا اخي. تكلم يا اخي. الو، راك تسمعني؟ اتحاد. هذا هو اللي بغينا نوصلوا راني حنا. نسمع. وانتم المشكل ديالكم شنو هو؟ المشكل ديالكم، المشكل ديالكم شنو هو؟ ما كاين عندنا حتى المشكل. حنا المشكل الوحيد هو التهريب تاع المخدرات. ايوا شنو اخر؟ المشكل تاع التهريب والمخدرات. صافي، هذا هو اللي كاين المشكل. والمشكل سهل هذا. هذا الامن هو اللي الامن ديالكم متفاهم مع الامن المغربي، وكيعملوا التهريب للمخدرات، كيخدموا التهريب ديال المخدرات. بس المخدرات راهي الامن ديالكم، اسمع الامن ديالكم والامن ديالنا متفاهمين مع بعضهم، كيخدموا المخدرات مع بعضهم، ماشي الشعوب يا اخي. يعني المسؤوليه كتبقى للامن المغربي والامن الجزائري. هذا هو المشكل. المشكل ديال الامن. لو كان الامن مجهد ما غيجوز عندكم والو، ما يدوز عندنا والو. حنا عاوتاني عندنا مشكل معاكم، يعني كيتجينا يعني كترسلوا لنا الحبوب الملهلوسه. شكون اللي كيخليها تدخل؟ حبوب المهلوسه، شكون اللي كيخليها تدخل يا اخي الجزائري؟ تكلم. انتوما كيفاش المناطق اللي تزرع المخدرات بهذه الصفه هذه كامل؟ كيفاه يعني المناطق هائله ومناطق شاسعه ومناطق واسعه تزرع فيها المخدرات؟ يعني هذه المناطق هذه وين؟ هذه يا خويا ما فيهاش غير الجبال، غير الجبال فيها. بلاد الثلج. بلاد فيها غير الثلج الثلج. هذه واش يعني سميها لي نسميها لك، ما كاين مشكل. عندنا مناطق مثلا كاين ترقيس، كاين نساقم، كاين باب برات، كاين بني بوصار، كاين يعني كاين مناطق، كاين بني قميل، كاين بني بوفراح، كاين هادو المناطق اللي كيتغرس فيهم وهذه مناطق المخدرات. صعيبه باش يوصل عليها. كاين كتامه، واحد البلاصه كيقولوا ليها كتامه. كاين عام سيدي بزاف ديال المناطق. كاين شي مناطق يعني يعني هذه المناطق اللي معروفه. معليش. والمناطق هذه ما يقدرش يوصلها الامن المغربي ويحبس الزرع نتاع الزرع نتاع السم هذا؟ خصو يتفاهموا الامن المغربي، خصو يتفاهم، خصو الامناء ديال العالم خصهم يتفاهموا. لان لا لا الامن لا ديال لا 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 لان اسمح لي يا خويا، لان الرخصه جات من فرنسا. منين عطى رخصه؟ ترخصت من فرنسا. فرنسا عطاتهم الرخصه، والامن المغربي ما يقدرش يقرب ليها. دابا المشكل ديالنا لا الاخرى هذا يتزرع في التراب تاع فرنسا ولا يتزرع في التراب تاع المغرب؟ تاع المغرب، ولكن فرنسا كتقول لك حنا عطاتنا الرخصه فرنسا. كيفاه فرنسا تتحكم في المغرب لدرك؟ ربما يقدر يكون. انا واش الشيء اللي نعرفه على ما كيبان لي انا ربما يقدر يكون. انا الشيء اللي نعرفه مادام المناطق هذه راهي تحت السياده المغربيه، يوصل عندها الامن المغربي يحرق المزارع نتاع زراعه المصايب هذو، زراعه السم هذا، ويتهنوا من المشكل. ولكن دابا خويا حنا في المشكل ديال الحدود، و كنحاولوا بالنسبه للمغاربه كنحاولوا نوصلوا للاتحاد المغربي. يعني شنو كيبان لك؟ بغينا نحاولوا نبنيو واحد الاتحاد ديال مثلا. هذه امنيه بس الامنيه هذه لازم تتبنى غير بالشويه، بس تتبنى على الصح. ما نبنيوهاش على الهواء، ما نبنيوهاش على الريح باش تريب.
ولكن شحال وحنا نناضلوا عليها يا خويا يا خويا، هذا الاتحاد شحال نناضلوا عليه؟ اكثر من 80 سنه هذه. نعم. اكثر من 80 سنه، راه بزاف يعني كاين فيها تما شي خدعه سياسيه، كاينه شي خدعه سياسيه يعني كتحاول تغلب علينا حنا. لازم الساعه كيما قلت لك السم هذا ما يزيدش يدخل البلاد، راه ما لازمش يزيد يدخل البلاد، على بالك راه يسبب في مشاكل كبيره. خلاص نهار السم هذا ما يدخلش للبلاد، نهار يحبس التهريب، نهار الامور هذه كامل. لا يا خويا شوف يا خويا شوف الحرام خلق الله والحلال خلق الله يا خويا. شوف الحرام خلق الله والحلال خلق الله، يعني هاد السم هذا باش تقدر تغلب عليه، قلت لك انا الدوله ديالك الامن الجزائري ديالك هو اللي كيدخلو، الامن الجزائري ديالك هو اللي كيبيعوا يشري فيه الامن. والله الا نهضر معاك نيشان، مشكل هذيك وجهه النظر تاعك. بص انا قاعد نقول لك باللي هذا راه وجهه النظر ديالك شنو كتبغي شنو الرساله ديالك الموجهه؟ انا نقول لك باللي هذا السم هذا قاعد يتزرع، وين يتزرع في ارض مغربيه. لو كان يتم حرقه ثم، لو كان يتم، اسمح لي يا خويا، السم ديالنا ما كيسوى والو. واش عرفتي شنو سوا ملي كيخرج؟ عرفتي شحال يسوى؟ ما كيسوى حتى شي حاجه. دابا هاد الناس اللي كيردوه وكيزرعوه راه ما كيسوى والو عندهم. راه المشكله ديال رؤوس الاموال، ماشي المشكل ماشي المشكل ديال الانسان الفلاح. لا رؤوس الاموال هي اللي كت توصل لهاد الكارثه هذه. رؤوس الاموال حنا راه عندنا. انا الواش عيطت لك، والواش بغيت نتكلم معاك باش نقول لك حاجه واحده برك. راهم الجزائريين خاوتكم ما يهزولكم حتى حاجه في قلوبهم. راهم بزاف المغاربه راني نشوف لي فيديو راهم يقولوا كلام ماشي مليح، راهم يهضروا هضره ماشي مليحه. الجزائريين راهم خاوتكم قبل الوقت هذا وبعد الوقت هذا، وماشي حاجه راح تتبدل وراح يبقاو خاوتكم، ماشي غير جيران، خاوتكم. دونك اسمع، حاول تبلغ الرساله هذه للناس اللي تعرفهم ولحبابك ولصحابك وكذا، بانه الجزائريين عمرهم ما يفرطوا في خاوتهم. وبالتالي لازم المغاربه على الاقل الكلام نتاعهم تجاه الجزائر يكون كلام منصف، كلام عادل، ما يكونش كلام جارح. انت كيما سبحان الله نهار اول نوفمبر النهار اللي اندلعت فيه الثوره، الاعلام نتاعنا يطيح فيه الدار البيضاء ويتقطع. يا خويا اش غادي نقول لك؟ ماشي الشعب يا خويا هذاك اللي طيح الاعلام ديالكم. اشنو دابا انت كتهم الشعب المغربي هو اللي طيح الاعلام؟ انا ما نتهم حتى واحد. هذاك راه الامن المغربي، واحد من الامن المغربي هو اللي طلع طيح ديك الاعلام. يسمى هذا مشكل مضاعف. اذا كان حاميها حراميها، ولا اذا كان هو اللي قايم على الشيء، اللي قايم على الحمايه، هو اللي يقوم على تدنيس رمز من رموز السياده الوطنيه، خاصه الاعلام هذاك بالذات، مش امر سهل. وقتاش يعني، والوقت تخيل الوقت وقتاه في نهار اول نوفمبر، يعني نهار العيد نتاعنا الاعلام نتاعنا يهبط عندكم. فهمتك يا خويا. شوف انا قلت لك، شوف يا ودي، هذاك ماشي الشعب المغربي، والشعب المغربي ما يقدرش يعمل ديك الشوهه هذيك. كون هاني، الشعب المغربي راه ما يقدرش يعمل ديك الشوهه هذيك بتاتا. وانا اللي شفت الفيديو مزيان، شفت خيي بان لي بانه من السلطه المغربيه هو اللي طلع وطيح ديك الاعلام. وكان انا الرساله ديالي للشعب الجزائري، راه حنا عندنا عزاز صراحه، وما كرهناش نكونوا خوت مع بعضنا.
نكونوا خوت مع بعضنا بعض ديما. احنا نشوفوا غير في البالون برك، ما تروحش بعيد، غير في البالون برك كي نربحوا حنا ماتش المغاربه يفرحوا معنا، وكي يربحوا هما ماتش حنا نفرحوا معهم. وشكرا خويا، شكرا على الرساله ديالك الموجهه لهذا الشعب المغربي، كنشكرك بزاف. وكنشكروا الشعب الجزائري، واللي هذا هو اللي عندي من نقول. والكلمه الاخيره انت يا اخي. ربي يحفظك ان شاء الله، بارك الله فيك، ربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله تكون الايام الجايه خير من الايام اللي راحت. امين يا رب العالمين، امين امين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا يا خويا، شكرا بزاف، شكرا بزاف يا خويا.